على ذكر اللعيبه الوان سيزون وندر بقى اللي كنا بنتكلم عنهم، اللي هي اللعيبه اللي بتتالق في موسم وبعدها ما تعرفش عنها حاجه وتلاقيها اختفت مره واحده من الحياه كده. فالاسم اللي معانا هو اسم تالق في الدوري المصري ولكنه غير مصري، الا وهو ارستيد بانسي. موسم 2017 2018 اكتشفنا ان المصري البورسعيدي جاب لنا مهاجم في الدوري المصري بامكانيات هالك، حاجه ما شاء الله ضرفه. الراجل بتاع 3 4 متر ما شاء الله، ما حدش بيعرف يقول له انت رايح فين. المدافع اللي كان بيخبط في بانسي كان بيقع يجي له ارتجاج في المخ. مهاجم بامكانيات بدنيه انا ما شفتهاش قبل كده في الدوري المصري بمنتهى الامانه. الراجل بسم الله ما شاء الله العالي كله بتاعه، يعني كان بيطلع ياخد من الدور الثالث والرابع والمدافع لسه واقف على الارض بيستوعب هو ايه اللي بيحصل. ارستيد بانسي كان مكسر الدنيا مع المصري في الدوري المصري. الراجل كان بيجيب جوان كتير جدا، وراجل مميز بيجيب جوان بدماغه وبيجيب من على الارض، قوي جدا. قوه التسديد عنده ما شاء الله عاليه، ورجليه شبه دماغه، يعني بيشوط بدماغه تقريبا اقوى ما بيشوط برجليه. بانسي كان عنده استعداد يحطك في ظهره ويحجز على الكوره ويفضل يجري بيك لحد ما يبان لك صاحب، عادي جدا. هو الراجل كده ربنا خلقه كده.